أحد طلبة العلم ذكر لي أمرا، يقول: أردت يوما أن أعرف الجهد الذي تقدمه زوجتي في البيت، أريد أن أحس بما هو الجهد الذي تقدمه في البيت، عندي منها أولاد وعندي أعمال كثيرة في البيت وعندي مصالح. يقول: أردت أن أعرف ما هو الجهد الذي تقدمه. يقول: فيوم من الأيام من الصباح الباكر لم يكن عندي عمل، قلت لها: اليوم استريحي إلى أذان العشاء، لا تعملي أي شيء في البيت، أنا الذي سأطبخ وأنا الذي سأغسل وأنا الذي سأكنس البيت وأنا الذي سأنظف الولد إذا توسخ، وأنا كل هذه الأعمال لا تقومي بشيء. يقول: فأذن العشاء، فعلا التزمت. يقول: أذن العشاء رأيت أعمال ما كنت أتصور أنها تقوم بها، رأيت أعمال ما كنت أتصور أن تقوم بها. فالشاهد أن إحساس الإنسان بخادمه بأهله بهذه الأحاسيس هي التي تولد الخير. أما إذا كان الإنسان يمشي معطل الأحاسيس فلن ينظر في بيته ولا مع من يتعامل معهم من خدم أو سائقين أو غيره إلا إلى جوانب النقص. لكن الجهد الذي يصلونه والتعب الذي يكابدونه والمشقة التي ثم تقدم له ولا يحس بها أصلا ولا يستشعرها، وربما لا يسمع منه يوما ما جزاكم الله خيرا أحسنتم، لا يسمع منه إلا العتب واللوم والعنف، فهذا إنسان معطل من المشاعر والأحاسيس. فالشاهد أن مثل هذه الأحاسيس الطيبة الموجودة عند السلف ينبغي على الإنسان أن يفعلها في نفسه حتى يقوم بهذا الأمر. وما قام به من أشرت إليه لا يلزم الإنسان بأن يقوم به، لكن لو فعل ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة أهله في بيته يكنس، وإذا قام بهذه الأعمال معهم في بعض المرات وجد عنده الشعور بالعمل، وأيضا حصل الخير وحصلت البركة وحصل التعاون وعم الخير في البيت، ونشأ الأولاد أيضا على حب الخدمة وعلى حب التعاون. يعني لا تكون المسألة في البيت أوامر ونواهي، وإنما تعاون، كل يعمل وكل يقدم، وينشأ البيت كله على مثل هذه المصالح والأعمال